منتخب المغرب بقى أول منتخب عربي يفوز بكأس العالم للشباب بعد فوزه على الأرجنتين في إنجاز يضاف إلى تأهله للمربع الذهبي في كأس العالم في قطر 2022 وفوزه ببرونزية أولمبياد باريس 2024. الإنجاز ده ثمار لخطة وجهد سنين واستثمارات. ده ظهر في كلام فوزي لقجع رئيس الاتحاد اللي قال إن منظومة كرة القدم في المغرب أساس نجاحها الاهتمام بتأسيس اللاعبين وتمكين أكاديمية محمد السادس علشان تكون نقطة الانطلاق لصناعة المواهب. الاستثمار في الناشئين لابد له من توفير إمكانيات وبنية تحتية متميزة، وده كان محل اهتمام المغرب بإنشاء أكثر من مشروع، منهم شركة أسستها مجموعة مجمع الشريف للفوسفات في 2024 باستثمارات أولية بلغت 38 مليون دولار. المغرب محظوظ بالمواهب المحلية وطبعا باللاعبين اللي عايشين في أوروبا. نفس الكلام ينطبق على المدربين، منهم اللي الاتحاد استثمر في تأهيلهم وتطويرهم، ومنهم اللي كانت بدايته في أوروبا زي محمد وهبي مدرب منتخب الشباب. إنجازات المغرب أكدت أن التخطيط والاستثمار هم الطريق نحو العالمية.